أخ عباس الجنابي، سلام حار، سلام عراقي أصيل لك. الله يسلمك. وردت أكد على كلامك على أن الشهادتين مو كافية بالإسلام الإيراني، وإنما البراءة من أعداء أهل البيت هو اللي يثبت الإسلام، والبراءة من أعداء أهل البيت يعني البراءة من عمر وأبو بكر وعثمان والسيدة عائشة. ليس هناك من يعادي أهل البيت إلا هؤلاء، ومن يدين بدين هؤلاء، وثق بالله الكريم. هي هذه الحقيقة. انت تعرف ايران، انت زرت ايران عشان تتكلم هالكلام هذا؟ نعم، انا حرس ثوري ايراني 13 سنة، ثق بالله الكريم. خليه يسمع. حرس ثورة ايراني 13 دكتور سنة. انا بايران بس حرس ثورة، انا عايش 20 سنة بايران، وحرس ثوري ايراني 13 سنة. ووقعت، هسه انا اذكر الاخ عباس الجنابي بعض البنود اللي وقعت عليها حتى اتطوع للحرس الثوري الايراني. البند الاول اللي انا وقعت عليه، المفروض انا اخدم في هذا الحرس الثوري حتى ظهور صاحب العصر والزمان، ثق بالله الكريم. وعلى ان اؤمن ان اول ما يحرر هو العراق ويعاد الى ايران ام الاسلام، ومن ثم نحرر الحرمين الشريفين من دنس السعوديين، وبعدها ندفع بأن تكون كل المعمورة تحت سيطرة ولاية الفقيه المتمثلة بالسيد الإمام الخميني آنذاك. هذا في بنود يعني بسيطة، البنود طويلة جدا يعني، لأن إذا تطوع سنة أو سنتين ما راح يقبلونه في هذا الجهاد. طب أنت خليك كمل حاجتك، خليك كمل. ده واحد ما يعجبكم الكلام. أيوة. الأخ عباس جناب، أنا حاضر أي سؤال يسألني يعني. شي يريد يسميني خليه يسميني خائن، شي يريد يقول لي عفت بلدك، نعم خنت، ونعم عفت بلدي، نعم تفاعلت ويا الثورة الإيرانية عبالي ثورة إسلامية، نعم تركتها من تفهمت هي عندها أطماع عند العرب، نعم تفهمت تأخذ الإسلام من أجل دمار الإسلام، بما أنها ترى أن سيدنا عمر هو الذي دمر الإمبراطورية الفارسية باسم الإسلام، فعمدوا على أن يجدوا فقه معين لضرب الإسلام بالإسلام، فأخذوا شعار أنهم ضد إسرائيل وأنهم ضد أمريكا، وإلا شنو اللي يعني من بعثوا على قياداتنا اللي هو أبو حسن العامري وأبو محمد الكرخي وأبو معاذ. بلاش الأسماء، ما أحب الأسماء، الله يخليك. عفوا، ما راح اذكر اسماء. المهم من اخذونا في مؤتمر لندن، وهناك الكل وقعوا على ان يقبلون الاحتلال الامريكي بالعراق. اللي اريد اقول للاخ الدكتورين اللي بجانب الدكتور عزت يعني والدكتور بدي. نعم، الدكتور عزت والدكتور بدي نتشرف بهم. ايوه، ثقوا بالله الكريم يا اخوان، عدونا الاول ايران. ليش؟ مو حقد، انا عايش 20 سنه وخادم 13 في الحرس الثوري. في معركة حلبجة أنا مشارك في معركة حلبجة عندما احتلوها الإيرانيين، وأنا في التلة الأولى اللي تطل على مدينة حلبجة، ومعي بعض القيادات العراقية الموجودة الآن بالبرلمان وبالحكومة العراقية. الأخ الهاشمي ما يوافق نذكر أساميهم. وبعد ما صار النهب والسلف في مدينة حلبجة، بعد ما جبنا بالجيش الفارسي ودخلنا به إلى منطقة حلبجة احنا والحزب التابع للرئيس الجمهورية العراقية، شفت بعض الجنود الإيرانيين يسرقون ويسلبون بعض القضايا الممتلكات الشخصية للأكراد في مدينة حلبجة. فأنا أجيد الفارسية بشكل جيد جدا، قلت له أنت ليش تسرق؟ احنا مو جيش الإمام المهدي وإحنا أمة إسلامية. قال لي اترك، هذول هم اللي دمروا امبراطورياتنا، فاحنا حلال علينا الغنيمة، هذه غنيمة، هذه مو سرقة. واحنا كقوات عندما كنا نهجم في الهجمات، نهجم على ايران وناخذ السيارات وناخذ الدبابات، نعتبرها غنيمة وتسجل غنيمة نعطيها للإيرانيين، واللي نستفاد من عندنا في قوات بدر بالضبط، ونسميه غنيمة. وإلى يومنا هذا أنا عندي علاقاتي ما زالت قوية مع إخواني من قوات بدر وليس قيادات بدر، لأن أعرف أنه كثير من قوات بدر ليش انزجوا بهذا الوضع. إلى الآن احنا عندنا العراق غنيمة، كل ما ناخذ به هو غنيمة. تجينا تعليمات على ضرب الحسينيات، إذا اعترضنا على ضرب الحسينيات يقولوا لي مصلحة الإسلام تتطلب اليوم نفجر الحسينيات. ثق بالله الكريم يا أخي، هذا الكلام أقوله مو كلام تلفزيون لا حكي جرايد، ثق بالله هذا يعني كلام موثوق.
وفي منطقة تنقة كنش، في منطقة كرمانشاه تنقة كنش، من هناك تخرج المتفجرات وتروح للعراق. من منطقة سنقر قليائي التابعة لكرمانشاه مقر لواء حمزة سيد الشهداء، من هناك توصل عبر رابطين، وما يقبل الأخ الهاشمي أذكر أسامي هاي الرابطين اللي تذكر للعراق. وهناك اغتيالات هي من ناس في بدر يعملون. تقول له ليش اقتل هذول؟ يقول لك هذا اليوم ويانا وباكر ضدنا، قتله مصلحه الاسلام تتطلب. المشكله انه الاخ الهاشمي ما يسمح لي انه اتكلم يعني بالاسماء وبالادله. خذ هالسؤال من الدكتور عزت. الدكتور عزت عنده لك سؤال. تفضل. الدكتور عزت من مصر عنده لك سؤال. انا بسالك يا سيدي الفاضل، طب انت ليه تطوعت في الحرس الثوري الايراني؟ انا اسير حرب، شاركت في الحرب العراقيه الايرانيه وتاثرت، وكل الشعب وردنا في الطريقه نطلع منها من الاسر. تطوعنا 10,000 نفر من عندنا، هربنا باللحظات الاخيره اللي شفناهم بعد ما ان صارت يعني ايدهم قويه ويا امريكا ويبدا الهجوم على العراق. انا هربت وجيت للسويد. يعني انت وقعت على الوثيقه دي علشان تهرب من الاسر؟ هذه الحقيقة، يعني هذه الحقيقة. بس أنا شاركت المعارك وياهم، شاركتها. يعني شاركت في المعارك وقتلت اخوتك العراقيين برضه؟ شاركت ورميت، سميني ما تشاء. أنا اللي قدام قلت لك أنا خائن. في جيش التوابين، جيش مشهور. في كثير ايرانيين جندوا، يعني عملوا جيش كامل. إذا كان الكلام اللي أنت بتقوله ده صحيح، يا خلاص ما نقدرش إن احنا نوافق معاك طبعا، يعني نتفق معاك على كل شيء، لان احنا طبعا لا احنا ما عندناش هزيمه. بس اكو شيء مهم اذا سمحت لي، لكن يعني اذا سمحت لي اقوله. احنا الزمنا، هذا ربك، احنا ما بنعملش تحقيق، انما احنا ناس عايزين نعرف الحقائق بس. اسالوا صحيح، ما في مانع، يعني اسال هذا الكلام. يا استاذ عبد الرزاق، نعم. اسمح لي، انا عندي سؤال. تفضل. لو افترضنا يا استاذ عبد الرزاق ان ليس فقط انا ما قلته صحيح، انا لا اريد ان ابدا ان اضع اي علامه استفهام حول ما قلته، نعم. ولكن لو افترضنا ان ما قلته يمكن تعميمه، ويمكن ان يقال الايرانيين لديهم بشكل عام، ليس فقط هذه حالات فرديه، ولكن لديهم بشكل عام نوايا سيئه، ما هو الحل؟ الحل الدوله، الحرس الثوري الدوله يعني. طيب نفترض أن هذا النظام، أنت هل بالنسبة لك هذا ينطبق على كل الأنظمة الإيرانية منذ الأزل إلى الأبد أو منذ الأبد إلى الأزل، أم أن هذه حالة خاصة بهذا النظام الحالي؟ طيب هاي عقيدة دين أخي العزيز، أخي الدكتور، هاي عقيدة دين. هذا مو أنت تقدر تتفاهم ويا أي حزب ما يتبنى الدين مبدأ، تتفاهم وياه وفق المصالح، لكن هذا دين. يقول هذا دين من يؤمن به؟ كل الإيرانيين يؤمنون بهذا الدين أم النظام الحالي فقط؟ كمل يا عبد الرزاق. هو كافر، هذا ما تقدر تتفاهم وياه. واللي يقول لك انه العراق 3000 سنه كان عندي انا محتله، واجى عمر بن الخطاب واخذ من عندي. اللي يقول لك انت اقتل ودمر ومصلحه الاسلام تتطلب، هذا انت ما تقدر تتفاهم وياه. هذا عقيده دين. هذول يحسون انه أنا اسمح لي استاذ عبد الرزاق فقط، انا احب ان اعرف بالنسبه لك هذا الدين دين النظام الايراني الحالي ام دين كل الايرانيين؟ هذا مو كل الايرانيين، هذا الدين الفارسي. انا اقول لك بشكل صحيح، يعني عندنا امه عربيه ثق بالله عروبتها اكثر من عروبه الدول العربيه، وهي الاحواز العربيه. هناك اتراك ثق بالله ما عندهم هذا النفس، هناك أكراد ثق بالله ما عندهم هذا النفس، الشعوب الإيرانية ما عندها هذا النفس إلا الشعب الفارسي. لا، عنده عداء غريب وعجيب للأمة العربية، وخصوصا أولهم عمر، وثانيهم أبو بكر، وثالثهم عثمان، ورابعهم عائشة. طب هم بيعملوا العداوة ديت عشان في سبيل الإسلام؟ يعني هم بيقصدوا الإسلام؟ لا، أنا ما أقدر أتهم أقول لك يقصد الإسلام، ولكن يقصد من يدين بدين محمد اللي يقبل عائشة. طيب اوكي، بدين محمد عبد الرزاق. مهم تسألوا ما هو الحل؟ ما هو هذا كلام ناخذ المعطيات وبعدين نفكر في الحل. هذا كلام دقيق سمعناه انا وانت يا دكتور عباس، يا دكتور عباس، من رجال دين يعتبرون يا دكتور. بصراحه قبل ما يدخل عبد الرزاق في الحرس الثوري، يكفي ان الاخ بدي بعد ما يطلع من هنا بس يطلب نسخه من ذا رود تو مكة وبالعربي مترجم، يعني ما هي القصه دي قديمه معروفه. هو وقع اعاده تاويل الدين. انا سالت بعض العرب هناك، انتم ليش يعني ممنوع عليكم اسماء عمر واسماء كذا؟ قال لك هذا في موقف قومي، يعني بالنسبه للفرس موقف قومي من هذه الاسماء ممنوع،
دي كل في العراق مواضيع دلوقتي اصبح اسماء يعني معينه اذا كانت ممنوعة. تورد اصبح ناس يغيروا اسماء.